هذا الكلام موجه للطرفين. لا تكون حمار ينركب، لا تخلي العاطفة تتحكم فيك وتخليك تنشر العنف والكراهية بين الناس. هذا الفيديو كتير مهم، اعمل لايك وشير لحتى يوصل لأكثر عدد ممكن من الناس. عاصفة من الاحتجاجات تجوب شوارع أوروبا، مؤيدين لقسد واليبجي عم يعتصموا وعم بيتظاهروا بأوروبا نصرة لأهلنا الكرد الموجودين في سوريا. السؤال ليش اليوم؟ ليش ما كان في احتجاجات على مجازر الكيماوي وعلى البراميل وعلى تدمير المدن واغتصاب الحرائر وقتل المدنيين الأبرياء على الحواجز وتهجير الناس واعتقالهم وكبسهم بصيدنايا؟ ليش فجأة بتتحرك الإنسانية عند ناس معينين بوقت معين؟ بجوز تقلي هدول أكراد عنصريين ما بيهمون العرب وبيهتموا فقط للكرد ولقضيتهم، بس هذا الحكي غير صحيح، لأنه كتير من الأكراد الأحرار بيهتموا للقضية السورية وكانوا من أوائل الناس اللي طلعت مظاهرات. خد على سبيل المثال بالسويد تم حرق القرآن أكثر من 10 مرات بمناطق مختلفة في السويد، ولا مرة شفنا الشعب التركي انتفض إلا مرة واحدة وقت احترق القرآن أمام السفارة التركية. بس كمان برجع بسألك ليش وكيف هاي الناس فجأة انتفضت؟ ما القرآن الكريم احترق بأكثر من 10 مناسبات وما شفنا أي احتجاج أو أي مظاهرة. بجوز تقلي هذا الشيء مس دولتهم ومس قوميتهم، طيب ودينهم ما انمس وقت الحرق أكثر من 10 مرات؟ عزيزي، الخلطة السحرية هي بموبايلك، بالخوارزمية اللي بموبايلك. موبايلك بيعرف مين انت وشو دينك وشو عرقك، بيعرف شو الحزب اللي بتنتمي له وشو هي انتماءاتك ومين بتشجع ومين بتحب ومين بتكره ومين هو عدوك. السوشيال ميديا سلاح خطير بإيد أعدائنا، بيلعب على عواطفك وبيفرجيك إنك أنت مهزوم ومقتول ومظلوم وكل الكون ضدك، بيخليك تشعر باليأس لحتى تغضب وتطلع على الشارع. بيدعم روايتك وبيفرجيك فيديوهات تدعم رأيك السياسي وتدعم انتمائك وبيجيب لك حجج قوية تستند عليها، وبيورجي الطرف الآخر كمان فيديوهات تدعم حججه وتدعم روايته وتدعم انتماءاته وتخليه يشعر إنه يمتلك الحق. ومع كمية هائلة من الفيديوهات المركزة اللي بتشوفها الناس بصير هذا الحراك الشعبي وهذا الغضب الشعبي اللي بيولد عنف وكراهية، وهون المواجهة بينك وبين عدوك صارت حتمية والحوار صار شبه معدوم أو مستحيل. المستفيد الوحيد من حرب عرقية في سوريا بين أكراد وعرب معروف، اللي بده يقسم سوريا ليضعفها معروف، اللي بده يستبيح سماء سوريا معروف. هذا الكلام موجه للطرفين. لا تكون حمار ينركب، لا تخلي العاطفة تتحكم فيك وتخليك تنشر العنف والكراهية بين الناس. اللي اعتدوا على سيارات ومحال للسوريين هن قلة قليلة وما بيمثلوا كل الشارع الكردي، واللي اعتدوا على الأكراد بسوريا أيضا هن قلة قليلة وما بيمثلوا الشارع السوري. سوريا بتسع الكل والكل له حق بسوريا والكل له حق يحمي نفسه، وأكيد ما في أي مكان بيناتنا للدخلاء. موبايلك